انا بكره الكيبوب، او على الاقل مش من الفانز ليه. مش بسمع اغانيهم، معرفش مين ده ولا مين دول، معرفش غير BTS وده لانهم ظهروا في فورتنايت. فطبيعي لما يتعمل فيلم اسمه كيبوب ديمون هانترز اكون مش مهتم بيه، بل وكمان لو هعمل عنه فيديو اكيد هيكون فيديو بتريق عليه او حاجه زي كده. ولكن الحقيقه اللي حصل عكس كده تماما، والموضوع بدأ فعليا من اول الاعلان. نتفليكس نزلته بدون اي مقدمات الاعلان، والموضوع كان غريب. اولا الاعلان كان يضحك، لان فكر فيها فرقه كيبوب مسؤوله عن حمايه البشر وعالمهم من شر الديمونز او الشياطين. الموضوع اوريدي غريب، لكن لما تكتشف انه رد الشياطين هم انهم يعملوا فرقه كيبوب مضاده تخطف منهم الجمهور وتضعف درع الحماية، الموضوع بيبقى أغرب. واللي يضحك أكتر إن الموضوع بيشتغل، أو ده اللي بيبان في الإعلان. اوريدي الفيلم أثار فضولي، ليه فرقة كيبوب هي اللي بتقاتل الشياطين، وليه الديمونز شايفين إنهم يعملوا فرقة مضادة الحل للموضوع. الفيلم اوريدي مثير للاهتمام، وعشان كده قررت إني هشوفه. وأول حاجة عجبتني فيه هي العالم بتاع الفيلم غريب، ألوانه حلوة ومتصمم بطريقة مختلفة، تعابير الوش المبالغ فيها. شوفوا اللحظة دي مثلا فيها 3 ستايلات مختلفة في مشهد واحد بس. ده مجهود مبالغ فيه جدا، لأنهم يعملوا 3 موديلز مختلفة ويحولوا ما بينهم بس عشان مشهد واحد طوله 3 ثواني. أو شوفوا اللقطة دي، الألوان، حتى شكل المدينة من فوق، أسطح المباني، الأبراج، كل مكان متصمم بشكل حلو. وكمان مشهد الدخول بتاعهم للحفلة الأولى في الفيلم شبه المشاهد اللي بتتعمل في الأغاني بتاعت ليج اوف ليجندز. أنا عمري ما لعبت اللعبة، لكن الافلام القصيرة والاعلانات بتاعتها اللي بتتعمل كانت حلوة دايما، وكان نفسي يتعمل فيلم بالستايل ده. ويبقى الفيلم ده اقرب ما يكون للستايل ده من الاعلانات. هما مش بيقلدوا ستايل معين، هو خليط ما بين حاجات من الانمي، حاجات من ستايل سبايدر فيرس، وحاجات تانية زي الصلصال مثلا او البلاستيك اللي بيظهر في شكل الديمونز. ومع ذلك كله شكله حلو وممتع، الحركة مريحة للعين، وكمان الفيلم مليان لحظات مثيرة للاهتمام زي اللقطة دي اللي بتحول العالم حوالين الناس اول ما يبدأوا يغنوا بحماس، وبتغير لون الهدوم والحيطان، تفسيرها جوه العالم انهم ديمونز فيقدروا يعملوا حاجات ملهاش معنى زي كده. الناس جوه العالم فاكرة انها سبيشال افكتس، واللي هو شيء بيخليهم يعملوا حاجات مجنونة بدون ما يتعبوا نفسهم في محاولة تفسيرها. كل ده ممتاز، ولكن اللي ما كنتش متوقعه بصراحة هو انه يكون الشيء اللي هيعجبني هو القصة. هي الشيء اللي خلاني انتقلت من شخص بيكره النوع ده من الأفلام لشخص عايز يشوف الجزء التاني ومسلسل، وعايز يشتري بلاشي للنمر المرعب ده عشان أحرقه وأكون قضيت على الرعب اللي جوايا تجاهه. لا بجد، اللي صمم النمر ده إنسان سايكوباتي مريض. توب 5 شخصيات شكلها مش مريح. المهم، القصة زي ما قلت هي أكتر حاجة عجبتني وخلتني عايز أشوف حاجات أكتر عن العالم ده. عجبني فيه إن الشخصية الرئيسية كان عندها سر مخبياه عن كل الناس، حتى إحنا في الإعلان. وده برأيي أذكى قرار حد خده في إعلان قبل كده، لأن معظم الوقت في الإعلان بتاع الفيلم مش بيخبوا حاجة، خصوصا لو هتكون مؤثرة في القصة ومهمة زي كده. لكن هنا هم ركزوا في الإعلان على الجزء العادي وسابوا الجزء الأهم بره الإعلان، واللي هو رومي. المهم، قصة العالم بتبتدي بانه ملك الشياطين جيما، الاسامي دي انا مش عارف اقولها كويس، فبياكل ارواح البشر عن طريق الشياطين بتوعه. ولكن ظهر مجموعة من المغنيات المحاربين اللي خلوا الناس بصوتهم القوي يسترجعوا قوتهم وببساطة يبطلوا يخافوا منهم. ولما الناس صدقوا صوتهم قلوبهم عملت درع حماية اسمه الهونمون بيمنع دخول الشياطين لعالمهم. ومن ساعتها فضل النوع ده من المحاربين موجود، نوع بيحارب الشياطين في السر وبيمد الناس بالقوة والأمل عشان يحافظ على الهونمون. وبهنا نوصل للديمون هانترز بتوعنا. فرقة هانتر اكس فرقة متكونة من 3 بنات. زوي هي الشخصية اللي عندها طاقة مسؤولة عن تأليف الأغاني، وفي نفس الوقت هي الشخص الأصغر في الفرقة. ميرا هي الشخص اللي بيألف الرقصات والحركات، وفي نفس الوقت الشخصية اللي ما حدش يعرف عنها حاجة، تعابير وشها ساكتة وبتفكرني بجارنت من ستيفن يونيفرس. وأخيرا رومي، الشخص الرئيسي والصوت الأساسي في الفرقة. اتربت على إيد أحد أعضاء الفرقة اللي قبلهم سيلين، وبنكتشف إنه الرومي نص شيطان نص بني آدم، واللي هو أكتر شيء مثير للاهتمام في الفيلم. الشخصيات الثلاثة بينجحوا في إنهم يقووا الدرع لدرجة إنه قرب يبقى ذهب، ولو ده حصل هيقدروا يقفلوا على الشياطين لفترة زمنية طويلة قد تكون أجيال. وعشان يعملوا ده بنجاح بتطلق رومي الأغنية الجديدة بتاعتهم جولدن، واللي بتعجب الناس. دي الأغنية اللي هتخليهم يقفلوا الدرع لفترة زمنية طويلة. وبهنا تحصل المشكلة الكبيرة، ملك الشياطين بيحاول يلاقي طريقة يقضي بيها على الهانترز، وبهنا
وبهنا يدخل جينو بفكرة جديدة. فرقة كيبوب تسرق من هانتر اكس الجمهور بتاعهم وبكده يبقى الدرع اضعف ويقدروا يخشوا الشياطين وياكلوا ارواح البشر. والموضوع بينجح وبيعمل فرقة ساجا بويز. اما عن رومي الشخصية الرئيسية في هانتر اكس فصوتها بيروح بسبب النقوش اللي بتظهر على جسمها لانها نص ديمن، وبيظهر النمر المرعب اللي بياخدها يوديها لمكان جينو، وبنعرف اكتر عن ماضيه وبنكتشف انه كان فقير هو وامه واخواته، وانه عمل عقد مع ملك الشياطين عشان صوته يبقى حلو ويقدر يجمع فلوس ليه ولاهله في مقابل انه يكون تابع ليه. ولكن مع الوقت بنكتشف ان العقد الحقيقي كان ليه هو بس، انه هو بس اللي هيكون غني، وانه ساب امه واخواته في الشارع يموتوا، واللي هو شيء ما كنتش متوقعه بتاتا بصراحة من فيلم زي كده، انه القصة تكون فيها مواضيع دارك قوي كده. المهم وبيقول للرومي انهم كلهم مش بيعملوا حاجة غير انهم بيحسوا بالعار والذنب تقريبا. رومي بتعرض عليه خطة تحرره من العذاب. الخطة هي انه هو يضمن انه الساجا بويز يخسروا، وبكده مش هيبقى في حد اقوى من هانتر اكس، وساعتها هيقدروا يحولوا الهونمون للون الذهبي. جينو بيوافق في الأول لحد ما ملك الشياطين بيسحبوا عنده تاني وبيفكروا إنه ما يقدرش يهرب منه. بيبدأ الحفل الأهم، حفل مسابقة أفضل فرقة، وفي البداية بتفتكر إنه جينو هيعمل الخطة ويخليهم يفوزوا، لحد ما بنكتشف انها خدعة عشان ببساطة يكشف حقيقة رومي لبقية الفرقة وانها نص ديمن، وده بينجح في انه يخليهم ينفصلوا. الناس كلها اللي كانت بتشجع هانتر اكس بتروح للساجا بويز، وبهنا بيعملوا حفلة اخيرة هيتجمع فيها اكبر عدد من الناس عشان ياكلهم ملك الشياطين. رومي بتروح تقابل سيلين وبتواجهها وبتقول لها انه مهما حصل مش هتقدر تخبي حقيقة انها ديمن. سيلين بتقول لها انها ممكن تقول ان ده كان سبيشال افكتس او وهم عملوه الشياطين او اي حاجة، لكن رومي بترفض كلامها وبتقرر انها مش هتكذب تاني، على الاقل بالنسبة للناس القريبة منها عن حقيقتها. بتروح عشان تهزم ملك الشياطين وتلحق الناس قبل ما ياكلهم. بيحصل قتال طويل وسنجو بيضحي بنفسه في عمل بطولي اخير، وملك الشياطين بيتهزم بقوة الصداقة فعليا. وعارفين حاجة؟ دي اول مرة ما يضايقنيش الموضوع. القصة في الاساس بتاعها بتقدم قوة الامل والصداقة كقوة أساسية لهزيمة ملك الشياطين، فطبيعي إنهم يهزموه بأغنية لأن دي الطريقة اللي هم هزموه بيها أصلا من البداية. ده غير إن الفكرة نفسها منطقية أكتر، لأن ملك الشياطين بيستغل الخوف والشعور بالذنب وإنهم مفيش أمل إنهم يكونوا ناس كويسة تاني، وبيستغل مخاوف الناس ضدهم وبيحبسهم في سجن أبدي تحت حكمه، في حين هم صوت التغيير والأمل. قوتين بيتحاربوا بطريقة متعادلة، الاتنين بيستخدموا الأصوات، مش واحد بيستخدم سلاح الهلاك المدمر 6000 والتاني بيستخدم قوة الصداقة والغناء. وعجبني برضو انهم ما جابوش انه جينو عمل ده غصب عنه، اختار ده بنفسه، اختار انه يعيش حياة سعيدة في مقابل انه يخسر اهله تماما، حتى لو كان تأثير ملك الشياطين بكلامه السلبي خلاه ياخد قرار ده. لكن الاكيد واللي كان واضح انه كان ممكن يرفض، ولكنه انسان ضعيف واختار الخيار الاسرع والاسهل، شيء بيخليه مذنب بشكل قاطع. بس عندي سؤال، احنا ما فهمناش برضو هل كل الشياطين اللي تحت كده زيه ولا بعضهم بس وفي منهم مولود في العالم ده، ولا كلهم اشخاص عملوا مصايب على كوكب الارض ودلوقتي بيتعذبوا هنا؟ وحاجة تاني هم مركزوش عليها قصة رومي، مين أبوها وإزاي ده حصل وهي المفروض بتحاربهم. 2 هل أبوها لسه عايش ولا لأ، لأن ما كانش واضح إذا كان الشياطين بيموتوا أصلا. و3 إيه اللي كان هيحصل لها لما تحول الهونمون للون الذهبي، لأنه لما يتحول للون الذهبي هيحمل الأرض الأجيال طويلة والفترة زمنية طويلة، فهل الجزء الشيطاني اللي فيها هيختفي وهتتحول لبشرية عادية ولا لأ؟ وحاجة كمان، ليه بالرغم من إنه عندها النقوش دي على جسمها ليه ملك الشياطين مش قادر يتحكم فيها؟ وهل هي عندها قدرات الشياطين زي تغيير الشكل الخارجي ليهم أو الطيران، بالرغم من إنه هانتر إكس في بداية الفيلم نزلوا من ارتفاع الطيارة لحد الأرض من غير ما يتأثروا بحاجة، فممكن يكونوا بيطيروا فعلا أو على الأقل يقدروا يطيروا لو ركزوا على ده. المهم إنه الشخصيات ال3 حلوة، وكان نفسي ياخدوا وقت أكبر ليهم لأنهم مركزين أكتر مع رومي، بس بصراحة الفيلم كله كان عايز وقت أكتر، ويمكن ده عيبه الأكبر إنه كان محتاج وقت أكتر نستكشف فيه القصة
الأوضة، وقت أكتر مع سيلين عشان نفهم منها قصة أم رومي وأبوها، وقت أكتر مع شياطين تانيين غير سينجو لأن فعليا ما نعرفش أسامي اللي معاه في الفرقة، وده اللي خلاني أقول إني عايز جزء تاني أو حتى مسلسل، أي حاجة، لأن العالم مختلف ومثير للاهتمام. واضح إن في أسرار كتير لسه ما نعرفهاش، أو حتى سبين أوف للمدير بتاع هانتر إكس لأنه من أحسن الشخصيات اللي في الفيلم، وتقريبا كل المشاهد اللي بيظهر فيها حلوة، خصوصا إنه ما يعرفش إنهم بيقتلوا الشياطين بنفسهم وفاكر إنهم بس فرقة كيبوب. الموضوع كان يضحك، وزي ما قلت العالم والقصة والأنيميشن والشخصيات كانوا ممتازين، وهكون فرحان لو اتعمل جزء تاني أو مسلسل، مع إني ما أظنش إن نتفليكس هتعمل ده لأن نتفليكس بتكره الأنيميشن وغالبا مش هتهتم إنها تعمل جزء تاني أصلا. بس ممكن مع الدوشة اللي حصلت دي يعملوا جزء تاني، وخصوصا إنه الناس اوريدي مستنية الجزء التاني واوريدي بتتكلم عن ما إذا كان هيكون في جزء تاني ولا لا، وده أكيد هيخلي نتفليكس تفكر في الموضوع. فلو هم مش متخلفين وأغبياء وما عندهمش حساسية من الفلوس هيعملوا جزء تاني. أما بالنسبة للأغاني، معظم أغاني هانتر إكس عجبتني أكتر من الساجا بويز، ولكن الأكيد إنه كل الأغاني عجبتني فيها فكرة إنه معظم كلماتها ليها معنيين، معنى للناس العادية اللي هتسمع الأغنية، وليها معنى مختلف للديمونز لو سمعوها، وأنا بحب الحاجات اللي زي كده. كيبوب ديمون هانترز واحد من المفاجآت الحلوة، ولو سوني عرفت تعمل جزء تاني للفيلم بنفس قوة الجزء ده ممكن تكون واحدة من أكبر سلاسل الأفلام على الإطلاق. وأوريدي طلعت أخبار إنه شركات زي إيبك وغيرها عايزين يعملوا معاهم تعاونات، وخلينا أكون صريح ده شيء منطقي لأن تصاميم الشخصيات تنفع تكون سكنات في ألعاب زي فورتنايت وغيرهم. المهم قولوا لي رأيكم تحت في التعليقات عن الفيلم، وهل لو اتعمل له جزء تاني هتشوفوه ولا لا، واشتركوا في القناة لو عجبكم الفيديو. أما لو عايزين تشوفوا فيديو تاني شوفوا الفيديو ده.